فندم، انا حمديه كمال علي، مقدمه على عضو فوق السن. باذن الله انا اللي ممكن يكون في ناس كتير ما تعرفيش، بس انا على مستوى الكره الطايره يعني في مصر كلها الحمد لله معروفه. انا بنت نادي الزمالك، ما لبستش فانيلا غير فانيله نادي الزمالك فقط، من ناشئات للدرجه الاولى او من البراعم للدرجه الاولى. كنت كابتن الفريق وكابتن منتخب مصر ناشئات. واول ما جيت مرنت هنا البراعم اخدت بيهم الكاس، محدش خده في البراعم 8 سنوات، محدش اخده خالص الحمد لله. خطتي الجايه باذن الله في النادي، انا بقول شايفه ان دايما لما يبقى المجلس موجود بيبقى دايما المجلس كله اهتمامه بالكوره. اوكي الكوره رقم واحد في النادي، بس لازم لما يكون ناس بتشتغل على الكوره لازم على الناحيه الثانيه العاب الصالات يكون في حد فعلا عامل فوكس عليها وبيهتم بيها. دي خطتي الجايه. لو مثلا واحد زي كابتن حسيني طلع على الباسكت، واحده زي في الطايره، لازم الجمعيه العموميه تهتم بده، تحط ناس تمسك الملف ده، وناس تمسك ملف الباسكت، وناس تمسك ملف الهاندبول. في الوقت اللي الناس بتزق فيه الكوره وبتطلع، الدنيا هتختلف تماما. الدنيا هتختلف تماما من غير ما نبص نلاقي الكوره طالعه والعاب الصالات في الارض. طب يعني كابتن حمدان، انت دلوقتي بتتكلمي على حته الملف الرياضي تحديدا، يعني انت داخله برضك على مجلس لو ربنا كرمك ووفقك وكل التوفيق لحضرتك، مجلس جاي محمل بالازمات، ازمات ماليه، ازمات كل ده، انت شايفه برضك الامور دي ازاي؟ انا شايفه ان الامور الماديه دي هتتحل كلها بتكاتف كل الزملكاويين، وانا شايفه ان في ناس كتير ورجال الاعمال والاعضاء مستعده تضحي للنادي، واحنا ممكن نشتغل في النادي ببلاش. على فكره انا عضو بس ممكن امرن ببلاش في النادي، وانا الحمد لله مدربه كويسه وغيري كتير. وهدعو كل الناس بتوع في ناس زملكاويه كتير يا جماعه بره النادي عشان هي مخلصه وناس كويسه جدا. الناس دي لازم ترجع، وتقف وتشيل الزمالك دلوقتي، واللي هيشيل الزمالك دلوقتي ولاده مش حد تاني. وحط فيها دي تحتيها مليون خط. انا عايزه ارجع الناس اللي بره كلها، وهي دي اللي هتشيل الزمالك، اللي هيشتغل ببلاش وين اللي هيجيب. انا عن نفسي حاطه في خطتي ان اولادنا عشان يتمرنوا ليل نهار في الجو ده مع الملعب ده لازم الملعب يتغطى. ايه المشكله ان انا ادور على سبونسر من دلوقتي انه يغطي لي الملعب ده، نظير اعلانات تتحط له على السور؟ ايه المشكله؟ واولادنا تستفيد والعيال تتمرن جرعه يعني تدريبيه كبيره. في دماغي حاجات كتير الله المستعان عليها، والناس اللي تعرفني تعرف ان انا شخصيتي قويه جدا الحمد لله. ولو اتحطيت في المجلس مش هاجي احضر جلسات وامشي، لا انا هبقى بالكوتشي في قلب الملاعب ليل نهار في قلب الملعب لخدمه الاعضاء واولاد النادي. في براعم هايله، مفيش مدرب عادل يمسكها، مفيش الامكانيات. حتى مع ضعف الامكانيات احنا ممكن نعمل المستحيل على فكره في النادي. انا جربت التجربه دي في الميني بول شويه، مدرب كويس في حماس بيحب النادي ابن النادي، كنا بنمسح الارض بالجيزه كلها. سوري مع احترامي للكل، كنت جايه في وقت الدنيا كلها الجيزه بتلطشنا رايح جاي، مفيش واحد خد مني شوط ليه؟ بس البنات زرعت فيهم الروح، حب الزمالك، وانتقيت. ادوني ان انا انتقي البنات من الاكاديميات، ورحت انتقيت البنات واشتغلت عليها، وكانت النتيجه هايله 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 هايله، سمعت في كل مصر، كنا بنروح نلعب في كل حته. هايلين، عندنا الخامات وعندنا الامكانيات، نشتغل بضمير، مش ناقصنا غير الضمير. حضرتك اتكلمتي عن ابناء النادي وان هم وعاد، سر البعد ده سر البعد ان كان الناس اللي متوليه المناصب هنا لو شافتك نجمك لمع وابتديت تشتغل صح كنت بتترمي بقى. انا خدت الكاس بعديها باسبوع اتبلغت ان انا مش موجود. منعم فين؟ كابتن محمد منعم اللي خد الكاس في السنه اللي فاتت ب19 فين يا جماعه؟ انا سالت عليه قالوا لي مشي ليه؟ عشان نطقوا عليه حد من بره وحد اقل منه. ليه يا جماعه؟ ما هو واحد راجل واخد جمهوريه السنه اللي فاتت وكسبان الاهلي 3-0. الراجل فين دلوقتي؟ ولاد النادي هي كلمه السر، بس ولاد النادي المخلصين بس. ايه الفرق المره دي اللي خلاكي تفكري في الترشح عن اي مره سابقه؟ عشان انا كنت هبقى اراجوز لو دخلت اي مجلس تاني، مش هيبقى ليا كلمه، مش هقدر اعمل حاجه صح للنادي. يقول لك عيني ليك ما يقولكش حاجه كده ممكن يصدق انا بقول لك مش عادي تخش عليه يقول لك شايفها لو وقت الصباح ربنا عايزه استنى برضه استنى مفيش مشكله. لو في مشكله انت انا اقول لك اعمل واحد اثنين، عمري ما اقول لك اعمل واحد اثنين. الطريقه اللي انا فاهم
هتخدم اللي خد اللي واقف له. ده يا اسطى اوميجا 3 على مغنيسيوم على زنك على حرق الاعصاب، بس الاعصاب ده مش جاي معايا سكه، مش عايزها. اوميجا 5 والبتاع الفورمه